السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي شهوات زكية. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي نعملوا وصفة خفيفة ظريفة. غادي نعملوا واحد المادة اللي كنفطروا بها او اللي كنعملوا بها الكوتي، وهي مغذية جدا جدا، الا وهي املو. غادي نعملوه بالطريقة السوسية بلا رحى، غنستخدموا غير الآلة الكهربائية ديالنا العادية، والطريقة ديالو سهلة جدا جدا، وكذلك المقادير ديالو ماشي شي حاجة كبيرة، وبالنسبة مقارنة مع ملي كنشريوه واجد. المهم ما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المقادير ديالو كنحتاجو عندي هنايا 250 غرام ديال اللوز اللي ممكن تعوضوه بالكاوكاو اولا بالجنجلان، يعني على حسب استطاعه كل واحد. عندي هنايا نصف كاس، هذا كاس كبير ماشي كاس العنبه، يعني نصف كاس ديال زيت ارغان بما يعادل 100 مليلتر. وعندي هنايا العسيله حره اللي غادي نحتاج منها غير 2 معالق. وعندي هنايا كذلك قبيصه ديال المليحه. ندوزو للطريقه. غادي ناخذ اللوز ديالي، غادي نحمرو اما في المقله اولا في الفرن، الطريقه اللي كتريحكم. كما كتلاحظوا ها هو اللوز ديالي من بعد ما حمرته غادي نطحنوه بقشورو. من الاحسن نطحنه هو دافي شويه باش يعني كيتزيتنا وكيتعلق بكل سهوله. كما قلت لكم ممكن نعوضوا اللوز نعوضوه بالكاوكاو، حتى هو غادي نعملوا نفس الطريقه. غادي ناخذوا من الاحسن ديك الكاوكاو الصغير البلدي ديالنا، غادي نحمروه في الفران، نحيدوا له شويه القشره، ومن بعد نطحنوه كذلك حتى هو دافي باش دغيا كيتعلق لنا. كما كتلاحظوا كنطحن ونحرك ومن بعد نطحن، المهم كنطحن فيه حتى يعطيني واحد الكريمه. وكذلك ممكن نعوضوه بالجنجلان، حتى الجنجلان مفيد. هاد المواد صراحه كلها مفيده. ممكن كذلك نخلطوا الكاوكاو مع الجنجلان اولا اللوز مع الجنجلان، ولكن هي الطريقه ديالو يعني الطريقه ديالو العاديه التقليديه كنعملوه باللوز. بالنسبه للزيت كذلك ممكن نعوضوه، الا ما توفرش عندكم زيت الارغان ممكن نعوضوه بزيت الزيتون، ولكن زيت الزيتون حلوه، ما نعملوش ديك الزيت اللي زعيقه، ديك الزيت اللي حاره يعني غادي تخيبنا املو ديالنا. كما لاحظتوا ها هو اللوز ديالي من بعد ما طحنته مزيان نطحنو تيعطيني هاد الكريمه هذه. غادي نخويه في واحد الاناء اللي ديال الطراب الكهربائي اليدوي اللي باقي غادي نطربوهم شويه مع المكونات. كنعملوا قبيصه المليحه مع ديك اللوز وغادي نطحن الطحنه الثانيه. غادي نخوي زيت ارغان. انا هنايا قلت لكم عملت غير 100 مليلتر، يعني في 250 غرام ديال اللوز. غادي نضيف كذلك 2 معالق ديال العسل. بالنسبه للعسل اللي كتعجبو الحلاوه يعني ممكن يزيد حتى 4 ديال المعالق ديال العسل، واللي ما كتعجبوش الحلاوه ممكن يستغنى على العسل نهائيا. اما الزيت كذلك، فالزيت حتى هو الا بغيتوه يجيكم خفيف شويه. المهم انا غادي نطحنو وغادي نشوفوا القوام ديالو. دابا غادي ناخذ الطراب اليدوي وغادي نمزج ديك العناصر مع بعضياتها. وهانتوما كما كتلاحظوا ها املو ديالي. غادي نشوفوا القوام ديالو كيف كيجي. كما كتلاحظوا ها القوام ديالو. بالنسبه اللي كيعجبو يعني القوام يكون خفيف اكثر من هيدا غادي يزيد الكميه ديال الزيت، واللي كيعجبو يعني اتقل من هيدا غادي ينقص الزيت. المهم كتبقى المقادير ماشي شرط انكم تقيدوا بنفس المقادير اللي عملت انا بالنسبه للعسل وبالنسبه للزيت، يعني نتوما كتشوفوا القوام اللي بغيتو والحلاوه اللي بغيتو. كما كتلاحظوا صراحه كيجي غزال غزال، كيجي تماما كما كنشريوه، وكنعرفوا بان الوصفه ديالك صحيه، ما فيهاش شي مواد حافظه، ما فيهاش شي غش، حاجه عدلتيها على يدك، والثمن ديالها كيبقى لنا رخيص مقارنه، رخيص بزاف مقارنه بهذاك اللي كنشريو مع برا. المهم كانت هذه هي وصفتنا اليوم. كنتمنى الوصفه اليوم تنال الاستحسان ديالكم وجربوها. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايكات والكومنتيرات ديالكم اللي كيدعموني دائما، واللي باقي جديد معنا وعاد اكتشف القناه يشارك معنا ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.